أنا اسمي سارة أحمد علي مصطفى. أنا خريجة كلية آثار جامعة القاهرة، قسم الآثار المصرية القديمة. دراستي كانت في الآثار وتخصصي في الشغل كان في مجال الآثار. اشتغلت في المتحف المصري في التحرير فترة من 2006، وبعدين نقلت المتحف المصري الكبير من 2009 وما زلت يعني مستمرة في الشغل فيه. اشتغلت كذا حاجة في المتحف المصري الكبير، آخرهم إن أنا حاليا وبفضل الله يعني ماسكة قسم آثار الدولة القديمة. هو حاليا عبارة عن مخزن موجود فيه مجموعة من القطع الأثرية، جزء منها معروض وجزء منها مخزن. ومن هنا جات لي فكرة المشروع اللي أنا حبيت إن أنا أعمل فيه موضوع الماجستير بتاعي. أصلا غيرت فكرة الدراسة خالص، يعني أنا كنت مسجلة ماجستير في كلية آثار جامعة القاهرة، وبصراحة يعني ما حبيتش المجال، لقيت فيه مشاكل كتير. اتجهت للماجستير هنا في الكلية في جامعة حلوان في كلية سياحة وفنادق. لقيت ان البروجرام سهل جدا وعملي، في افكار كرياتيف جدا ممكن ان هي تتحقق وتوفر حاجات كويسة للبلد وافكار ممتازة يعني. اخدت فكرتي من خلال شغلي ان انا لقيت ان القطع الاثرية اللي بتطلع من المناطق الاثرية سواء كانت حفاير قديمة او جديدة بيبقى في جزء منها بسيط جدا بيتعرض في المتاحف في البتارين في قاعات العرض، يعني حوالي 20% منه، او يعني ممكن نقول بنسبة اعلى شوية، والباقي بيبقى مجرد قطع مخزنة في المخزن بتبقى ملهاش يعني يوزلس، مش مستغلة خالص. احنا ممكن نطور المخازن دي كلها ونخلي فيه نعمل ماكسمايزنج اكسس ليها، يعني ان احنا نعمل ان الجمهور يقدر ان هو يدخل للمناطق دي ويقدر يزورها ويقدر ان هو يشوفها من ناحيه يستمتع بكل القطع اللي موجوده في المتحف والقطعه تستغل بشكل كويس، ومن ناحيه تانية تبقى القطعه في امان تام ومحدش يقدر ان هو يلمسها، تتعرض مثلا للسرقه، تتعرض للكسر، تتعرض لاي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تضرها.